فلولا علماء الأزهر ورجاله المخلصين الذين يدركون حقيقة ما يحملون من أمانة ورسالة، لولا ذلك لهلكنا جميعا. لأنه لو تركنا الساحة وهم يريدون ذلك، أن تكون الساحة أن ينحوا علماء الأزهر جانبا ونترك الساحة لعلماء التشدد وأنصاف المتعلمين، فينشرون فتاوى التكفير وفتاوى التفسيق، وينشرون السباب على أنه من الدين، وينشرون مثل ما رأينا. والله أنا حزين أن أكرر، ترفع الأحذية في بيوت الله. والله لو أنه بيت واحد منهم ما تجرأ أن يرفع صوته، مجرد رفع الصوت. ولما رفعت الأحذية وقد كنت شاهدا على الأمر؟ رفعت لأن فضيلة الإمام قال: من كان منكم يؤمن بالله فلا يرفع صوته في المسجد. وكأن هذه العبارة يعني كأنهم يعارضونه فيما يطلب ويرفعون صوتهم، بل يرفعون الأحذية. إنه أمر عجيب. موقف الدين منه والله هذا الأمر ليس من الإسلام في شيء. وقد قلت في أول الحديث: توقير المساجد علامة من علامات الإيمان في القلب. فلو أن هناك ذرة من ذرات الإيمان لوقرنا بيوت الله. ولو أن هذا الأمر في بيت واحد من عظماء الدنيا ما تجرأ واحد أن يرفع صوته في هذا البيت، فما بالنا ببيت الله؟ لو أن هذا الأمر في بيت أمير من أمرائهم ما تجرأ واحد أن يعلو صوته بكلمة، فما بالنا وقد تجرأوا على بيوت الله، ليس برفع الصوت فقط ولا بالجلبة ولا بالصياح ولا بالصراخ، وإنما تجرأوا برفع الأحذية في بيت الله، وعقابهم من الله قبل أن يكون عقابا من البشر. وأرى عقلاء كثيرون في الأمة، ونحن شعب متدين بطبعه، والله ما قابلت صغيرا أو كبيرا إلا وأنكر ما شاهد من أمر هؤلاء.